الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. سب سبيشاليتي. سؤالي بقى ايه هو الاعوجاج؟ وبعدين في حالات من اللي انت عرضتها لاحظنا انها في الاطفال 8 سنين 9 سنين 10 سنين 7 سنين. في حالات تانية شفناها في المراهقين. انا عايز افهم، هو ممكن هذا المرض يتاخر ظهوره، يظهر في سن 16 سنه 17 سنه؟ طب لو ظهر في السن ده او احنا بدانا نتعامل معاه في السن ده حتى، هل تختلف درجه الصعوبه في الاجراء الجراحي ما بين انه يتعمل في طفل او يتعمل في مراهق او راجل كبير في السن؟ تمام. احنا طبعا قلنا قبل كده ان الاعوجاج يعني العمود الفقري متحرك على ناحيه وبعد كده بيرد تاني، فبدل بيبقى شكله ستريت بيبقى شكله يا اما شكل سي او شكل اس. زي الولد اللي ظهر في الصوره ده، تلاقي كتفه رايح على ناحيه، القفص الصدري ملافف ووسطه رايح على الناحيه الثانيه. خلينا مركزين في الحلقه دي اكتر على الجزء الاولاني اللي هو بيظهر تحت سن 10 سنين او الولاد اللي لسه في مرحله النمو الكبير، يعني ده اللي احنا بنقول عليه early onset scoliosis. سكوليوزس ظهر في سن مبكر، وده اللي بيظهر في سن صغير، وده مختلف شويه عن الاعوجاج اللي بيظهر في البنات عند سن 12 و13 سنه. ده يعني كاتيجوري او يعني منظومه، وده منظومه ثانيه. ليه بقى الصغير مختلف تماما؟ لان الاطفال دي لسه قدامها فتره كبيره من النمو، لسه هيطولوا، ظهرهم هيطول، وكمان التكوين بتاع اجسامهم والتكوين بتاع الرئه وقوه القلب لسه بتنمو. فهي مش حاجه ظهرت اتعملت خلاص، لا دي لسه بتتطور، لان التطور بيحصل ده. فاي خلل في الوظائف بتاعه التنفس في سن صغير بتبقى بيرمننت. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نصلحها حتى لو احنا صلحنا الاعوجاج بعد كده. واي مشكله في العمود الفقري في سن صغير مع وجود اعوجاج في سن صغير ولسه في نمو، النمو بدل ما بيحصل افقيا كده لفوق، بتلاقي النمو ما بيحصلش فوق، النمو بيحصل في الاعوجاج. فبدل ما نلاقي الطفل بدا عمال يطول وجسمه بيكبر، بنلاقي جسمه بيكبر لكن ما بيطولش قوي. ليه؟ لان العمود الفقري عمال يزداد في الاعوجاج. فيبقى الاعوجاج ان احنا بنشوف ارقام كبيره قوي، نلاقي اعوجاج درجته 70 درجه 100 درجه 120 درجه. ليه؟ عشان بادئ من بدري قوي. فاحنا بنتعامل مع الاعوجاج اللي هو تحت سن 10 سنين او ال اونست سكوليوزس بنوع من انواع الحذر جدا، لان هو خطير. يعني نقدر نقول ان هو ممكن يكون قاتل للاسباب، ان هو ممكن يقضي على التنفس قبل ما يتكون اصلا، او يقضي وهو بيأثر على الرئه، مش مجرد على الحجم بتاع الرئه، بيأثر على تكوين الالفيولاي اللي هي الجزء اللي بيشتغل في الرئه، فبالتالي ما بتتكونش اصلا الهوائيه. بالظبط كده. فاحنا التعامل مع الاطفال بيبقى بقى خطر جدا، غير ان الحجم بتاع الاناتومي او الجزء التشريحي اللي احنا بنشتغل عليه حجمه صغير. يعني بدل ما انا بشتغل على الفقره حجمها كده، بشتغل على الفقره حجمها كده. بدل ما قوه العظم قوه طبيعيه لحد اكتمل نموه، لا دي عظمه لسه صغير، لان هو لسه العظم طري ولسه بينمو. ففي مشاكل كتير قوي بتواجهنا لما احنا بنتعامل مع الاطفال. عشان كده التشوهات في الاطفال كمان تعتبر جزء من السب سبيشاليتي بتاعه الاعوجاج العمود الفقري، وده جزء من التدريب اللي انا خدته في كندا، اللي هو تشوهات العمود الفقري في الاطفال. يعني ده حاجه غير بقيه التريننجز اللي انا خدتها للكبار مخصصه ليها برضه.